السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض وهنحل أسئلة Lesson 2 في Unit 1. لو أول مرة تشوفني أنا مس إسراء، ياريت تعمل سبسكرايب للقناة عشان توصلك الفيديوهات الجديدة بإذن الله. النهاردة إن شاء الله هنحل مع بعض الأسئلة وهنتكلم عن كل تفصيلة عشان تكون فاهم إزاي الطريقة اللي بتحل بيها الأسئلة. هنا أول سؤال هو سؤال choose، اختار. هنا بيقول لي fruits الفاكهة or بتكون نقط and healthy، يعني بتكون ايه الفاكهة وفي نفس الوقت هي صحية؟ اكيد بتكون sweet يعني حلوة المذاق، طعمها حلو مسكرة يعني. لكن salty ما تنفعش عشان معناها مالح. hot يعني حر. busy يعني مشغول. هنا رقم 2 بيقول لي a cat is small، يعني القطة تكون صغيرة. نقط the horse is big، الحصان يكون كبير. عايزين أداة ربط. احنا اتكلمنا عن أداتين ربط وهم and وبط. and بتضيف فكرة لفكرة، لكن بط لما فكرتين يكونوا متناقضتين يعني مش زي بعض، الفكرتين مش زي بعض، بنستخدم بط. هنا عندي القطة صغيرة لكن الحصان كبير، فناخد بط. رقم 3 بيقول لي I like chocolate نقط ايس كريم. هنا انا هربط فكرتين، ان انا بضيف فكرة لفكرة، يعني انا عندي اداة ربط بتضيف فكرة لفكرة، الفكرتين مش عكس بعض، ده انا بحب الشوكولاتة والايس كريم فهاخد and. رقم 4 هنا بيقول لي ندى loves fruits، يعني ندى بتحب الفاكهة and vegetables والخضروات. she is اللي تحب الفاكهة والخضروات هتبقى healthy بصحة جيدة، ولا unhealthy ولا happy ولا sad حزين، happy سعيد، unhealthy غير صحي، لا طبعا هتكون healthy يعني بصحة جيدة. هنا بقى رتب الجمل. طب انا لما اجي ارتب الجمل اشوف نوع الجملة اللي معايا ايه، هل هي امرية ولا خبرية ولا استفهامية؟ اتكلمنا قبل كده عن الامرية والخبرية والاستفهامية. هنتكلم عن الخبرية في الجمل دي كلها ما فيهاش ولا امرية ولا فيها استفهامية، كل دول جمل خبرية بتبدأ بفاعل. هنا عندي الفاعل I، بعدين الفعل play. I play أنا بلعب إيه بقى؟ football. احنا اتفقنا ان football بيجي قبلها الفعل play. فين بقى؟ in the park في الحديقة. يبقى أنا عندي فعل وبقية الجملة. الفعل هنا play بيلعب إيه؟ بيلعب football. I am ده زمن، يعني عندي verb to be مفروض يجي بعده الفعل فيه ing. أنا عندي هنا فعل، فالفعل مفروض يكون فيه ing لأن ده زمن مضارع مستمر، يعني بلعب ولسه بلعب. لما يكون عندي am أو is أو are بيجي بعدهم الفعل فيه ing. I am playing إيه بقى؟ إيه اللي بيجي قبلها play؟ basketball بيجي قبلها play. I am playing basketball in a team في فريق. يعني حاجة واحدة، in a team يعني في فريق. رقم 3 I الفعل فين بقى؟ I go ايه بقى؟ احنا خدنا go walking يروح يتمشى. in the desert أنا أذهب للتمشية في الصحراء. هنا هنحط الكلمة المناسبة. بيقولي my mom and I go walking in the desert with my dad مع بابا. dad is ايه؟ احنا خدنا بابا يكون ايه؟ scientist. دي رقم 1. بعد كده بيقول and he likes هو بيحب looking at animals and plants، يعني هو بيحب ينظر إلى الحيوانات والنباتات. The desert is very interesting الصحراء تكون شيقة وممتعة جدا. But it's very وتكون ايه جدا؟ بتكون hot حر جدا. دي رقم 2. Sometimes أحيانا we نقط with my dad every weekend احنا بنعمل ايه مع بابا؟ with يعني مع، حرف جر معناه مع. go بنذهب مع أبي كل أجازة نهاية أسبوع. تعالوا بقى أفصل ده. I don't eat candy أنا ما باكلش الكاندي but I like fruits ولكن بحب الفاكهة. دي نمبر 1. I need a pen أنا عايز قلم. هضيف فكرة بقى and a book. لازم المعنى بتاعي يكون سليم والتركيب سليم، معنى وتركيب. لازم الجملة اللي بتعملها يكون ليها معنى أفهم منها حاجة، ما تكونش جملة ملهاش معنى. رقم 3 my mom makes ماما بتعمل إيه؟ an awesome milkshake. رقم 4 my favorite fruits يعني فاكهتي المفضلة. fruits جمع فمفروض تاخد are watermelons تكون الايه؟ البطيخ. تعالى هنا بقى اقرأ وأجب. read the text and answer the questions. هنا بيقول لي I am آدم يعني أنا أكون آدم. I like sports أنا بحب الرياضة. my favorite sport رياضتي المفضلة is basketball. I am on a wheelchair
basketball team. أنا بلعب على كرسي متحرك في فريق كرة السلة at school في المدرسة. we practice 3 times every week. إحنا بنتدرب 3 مرات في الأسبوع. I am healthy. أنا أكون بصحة جيدة. I drink cola. أنا بشرب كاكولا. But I want to drink more water. لكن عايز أشرب مية أكتر. I don't play video games. ما بلعبش ألعاب الفيديو. عرفت منين ما بلعبش؟ من ضمن نفي في زمن المضارع البسيط. Because لأني I am very busy. مشغول جدا. I like to play with my friends. أنا بحب ألعب مع أصدقائي. play with يعني يلعب مع. in the park في الحديقة. we go to the park on Fridays. يعني احنا بنروح الحديقة في أيام الجمعة. my dad is a scientist. he likes looking at animals and plants. بيقول لي آدم wants to drink more. آدم عايز يشرب ايه أكتر؟ الكاكولا أكتر ولا الشاي التي ولا الجوس العصير؟ لا، هو كان عايز يشرب ووتر أكتر عشان تكون صحته أفضل. Adam's favorite sport. الاس دي اس الملكية لأنها جاية في اسم شخص. يعني رياضة آدم المفضلة تكون is a basketball. هنا بيقول لي when does Adam go to the park. امتى آدم بيروح الحديقة؟ he goes to the park on Fridays. هنا عندي سؤال بdoes، ده الفعل المساعد، وعندي أداة الاستفهام. عشان أجيب إجابة نموذجية when أداة استفهام هشيلها. does ده في زمن المضارع البسيط، فالفعل اللي أنا هحطه تحت الفعل بحط له s، بس هنا الفعل منتهي بO فحط له es. عشان الفعل في القاعدة بتقول الفعل المنتهي بO لما تيجي تحط له s لا حط له es. he goes to the park on Fridays. how often يعني كم مرة. does Adam practice basketball. هنقول he practices basketball 3 times every week. يعني هو بيمارس كرة السلة 3 مرات في الأسبوع، لأنه هو سألني كام مرة. فهاو often دي شلناها، وضز شلناها، ده فعل مساعد، والفعل اللي أنا استخدمته حطيت فيه الأس بتاعة المضارع البسيط، وبدأت الفاعل بعدين فعل. هنا بيقول لي ضع علامات الترقيم. Do you think you are healthy. احنا اتفقنا ان دو لما بتيجي في الأول بتعمل سؤال معناه هل، وبجاوب عليه بيس أو نو. هنا طالما سؤال يبقى احط في الاخر علامة استفهام، واول حرف عندي بعمله ايه؟ كابيتال كبير. هنا بيقول لي write an email. اكتب ايميل. ركز بقى عشان اقول لك طريقة كتابة الايميل، والايميل الموضوع اللي هنتكلم عنه about healthy food. هتكتبه لمين؟ to your friend احمد. your name is علي and your email address. يعني الايميل ادرس بتاعك، عنوان البريد الالكتروني بتاعك هو العنوان ده. and your friend's email address. وعنوان البريد الالكتروني بتاع زميلك اللي انت هتبعت له هو ده. ركز على الحاجات اللي انا بخطط عليها دي، لان دي هستخدمها في الايميل. طب ازاي بنكتب ايميل؟ ببساطة في الايميل بيبقى فيه عناصر اساسية كده بتتكتب، لازم بتتكتب. زي ايه؟ زي from يعني من، يعني مين اللي باعت الحاجة دي. احنا عارفين ان اللي باعت الحاجة دي هو الايميل ده اللي هو علي@yahoo.com. طب تو هبعت لمين؟ لأحمد اللي هو الإيميل بتاعه ده. يبقى عندي عناصر أساسية اللي هي from to subject. يعني إيه subject؟ يعني الموضوع اللي هنتكلم عنه. الموضوع اللي هنتكلم عنه healthy food. يبقى تاني أنا عندي عناصر أساسية في الإيميل from يعني مين اللي بعته، to وبعته لمين، subject الموضوع اللي أنت هتتكلم عنه. أول حاجة بنبدأ نقول dear أحمد يعني عزيزي أحمد. ببدأ بحاجة ثابتة كده في كل الإيميلات. مثلا أسأله أول حاجة عن صحته وأقول له how are you. how are you يعني كيف حالك. how are you. بعدين أبدأ في الموضوع بتاعي بقول له I like healthy food. أنا بحب الطعام الصحي. الكتابة مش واضحة قوي، هنحاول نوضحها. يعني أنا بحب الطعام الصحي. وطالما خلصت هحط نقطة في آخر الجملة. بعد كده أقول I like يعني أنا بحب fruits الفاكهة. like مثل الفاكهة دي زي ايه؟ like يعني مثل banana and watermelon والبطيخ. هنكتب watermelon لأن الكتابة مش واضحة. and watermelon نكمل watermelon. بعدين هقول له I don't like unhealthy food. أنا لا أحب الطعام غير الصحي. وهقول له I don't like chocolate. أنا ما بحبش الشوكولاتة. آخر الإيميل تحت في النقط اللي هي بتبقى موجودة تحت هنكتب كده yours يعني صديقك، ونعمل فاصلة كده
عشان هي مش واضحة في التصوير، ونكتب علي yours علي. يبقى احنا اتفقنا مع بعض ان الايميل بيكون فيه حاجات ثابتة بنحفظها لما بنيجي نكتبه. اول حاجة بيبقى عندنا from to subject، مين اللي بعته لمين، السبجكت الموضوع اللي هتتكلم عنه، وببدأ في اول الايميل في الجزء اللي هنا اكتب dear احمد، وابدأ بحرف كابيتال كبير، الدي اهي كبيرة. بعد كده ابدأ كلامي ان انا السطر اللي بعده بنزل تحته واسيب مكان شوية واقول how are you، كيف حالك، وبعدين ابدأ اكتب كأني بكتب باراجراف عادي جدا، ولكن في الاخر ما تنساش تكتب yours. كده نكون خلصنا حل الدرس ده، والسلام عليكم ورحمة الله.